السلام عليكم، واحدة تحية حب لأحلى متابعين. النهاردة بدون دقيق وبدون زيت ولا زبدة، وهنعمل أحلى حاجة تاكلوها جميلة، تحلية حلوة قوي بإذن الله تعجبكم. ولا نحط دقيق ولا نحط زبدة ولا زيت، ويعني حاجة جميلة خطيرة أحلى من أي كيك تعملوها بدقيق والسكر والحاجات دي كلها. مش هنحط سكر ولا دقيق ولا زبدة ولا زيت. متخيلين الجمال ده؟ هنشوف مع بعض مقاديرنا بسيطة وسهلة، وبسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم. هنجيب كده بسم الله الرحمن الرحيم موزة، موزتين، 3 4 حسب ما انتوا عايزين كمية، ماشي. حتى لو موز مستوي يعني عادي جدا. وكمان لو عايزين تحفظوا الموز ما يسودش منكم، تلفوه بستريتش من عند الحتة كده اللي بيقطعها فكهاني. الموز بتاعنا اهو، انتوا ممكن تحطوا على طول في الخلاط او في الكبة. هنحط موزاية دلوقتي ونحط بيضاية، ماشي. ممكن تحطوا على طول في الكبة او في الخلاط بتاعنا. بيضة طبعا، بعد البيض فانيليا او بشر برتقان او بشر ليمون عشان يضيع الزفارة. تمام. معايا كده معلقة صغيرة من الفانيليا او كيس يعني، ومعايا كمان كاكاو. احط معلقتين كاكاو خام مفيهوش سكر خالص. واحنا هنحلي بايه طالما احنا ما عندناش سكر ولا زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا الحاجات دي كلها، ازاي هتطلع معانا جميلة وحلوة. معايا هنا كوباية جوز الهند ناعم، هي دي بدال الدقيق. جوز الهند ناعمة، نص كوباية، 100 جرام 150 جرام برضو حسب ما انتي هتضيفي. والكاكاو برضو هتضيفي، كل ما تضيفي عليه كاكاو زيادة هيديكي طعم الشوكولاتة اللي انتوا عايزينها. فكده هحطهم كده في الخلاط. انا نزلت عليهم موزاية كمان الصراحة، ونزلت عليهم بفنجانين لبن حليب يعني، او علبة زبادي لو متوفرة، والعسل. هنضيف عسل ابيض او عسل اسمر اللي متوفر عندك، هو ده بديل السكر. عسل ابيض او عسل اسمر مفيش اي مشكلة، مع ان العسل كمان مفيد جدا، او العسل الاسمر مفيد للانيميا، حلو جدا برضو. ولو حابين اعملكوا العسل في البيت نفس يعني العسل الاسمر اعمله لكم، قولولي في التعليقات. ضربت كده في الخلاط بقت عجينة اهي شبه العجين. الصينية بتاعتي اللي ادخلها دي مش كبيرة قوي على فكرة الصينية. هنجيب صينية على قد العجين اللي احنا عملناه بالشكل ده، ونفرده وندخله انا حطيت معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وما قلتلكوش عليها، هي اللي هترفع لنا العجين. بيكنج باودر معلقة صغيرة، ورشة من الملح عليها، او انا بضربها في الخلاط خلاص. وادخلها الفرن اللي على درجة حرارة 160، وبتفضل معايا مش كتير يعني مش بتقعد معايا كتير،
25 دقيقة بالكتير، وبتطلع جميلة جدا وما شاء الله حلوة. ويعني اللي عامل دايت واللي عامل، يعني في ناس كتير ما بتحبش الحاجات الحلوة اللي فيها زيت ولا سمنة ولا سكر، حلوة جدا دي تاكلي منها. وكمان ما تعاقبيش نفسك خالص، بطلعها زي الكيكة بالظبط، وبشوفها واختبرها البتاع نضيف كده، يبقى كده استوت معايا. بسيبها تهدى وتبرد معاكم وبقطعها. انا طبعا بقطع على طول ما بستناش فاقطعها معاكم وهوريكم ايه الجمال. ممكن بقى تعملي صوص شوكولاتة لو حابة، بتجيبي الشوكولاتة الخام وتضيف عليها شوية حليب وبتسيحيهم على بخار مية وبتنزلي بيهم على القمر دي، ولا حطيتي دقيق ولا حطيتي زيت ولا تحطي اي حاجة معاها، خطيرة وأكنها محطوط عليها دقيق بالظبط. كل حاجة قدامكم بسيطة وجميلة وطعمها خطير. البراونيه اللي احنا بنعمله طعمه بالظبط جميل جدا، احلى كمان، خطيرة بجد. وبصوا اكنك عاملاها حاجة محترمة يعني. يا رب يعجبكم وتتابعوا القناة وتعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة بإذن الرحمن. ولو عجبكم الفيديو قولولي، ولو حابين اعمل لكم العسل الاسمر في البيت قولولي في التعليقات وانا اعملها لكم ان شاء الله. طريقته سهلة قوي وبسيطة.